انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي وبدات تستخدم الفينسترايد، وكنت مثلا متوقع انك هتلاقي نتيجه زي اللي بتلاقي على الانترنت او زي النتائج اللي انا بنشرها عندي، وتتفاجئ ان بعد 6 شهور او سنه ان انت ما حصلكش استجابه تذكر من استخدام الفينسترايد. اول حاجه عشان نبقى عارفين، فعشان تستفيد اكثر استفاده من الفينسترايد فانت لازم تبتدي في بدايه ان انت تلاحظ الصلع الوراثي بتاعك. يعني لو انت شخص مثلا نرويد 1 2 3 4 فبيكون استجابتك احسن من المراحل المتاخره للصلع الوراثي اللي هو بيكون نرويد 5 6 7. فاول نصيحه ليك لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي، اول لما تبتدي تلاحظه ابتدي استخدم الفينسترايد عشان هيساعدك كتير جدا. تاني حاجه ان انت لو عندك اي مشكله في السكالب حاول ان انت تحلها الاول. يعني في ناس كتيره بتجيلي يقول لي انا دكتور انا بدات استخدم الفينسترايد والمينوكسيديل وبستخدم الديرما رولر وبستخدم كذا وكذا وكذا، وابتدي مثلا اشوف الفروه بتاعته والاقي ان هو في عنده احمرار في فروه الراس او عنده التهابات في فروه الراس او عنده قشره او عنده اكزيما او عنده صدفيه او حاجات هو مش عارفها في فروه راسه. طبعا انا في الحالات اللي زي دي بقول له ان انت هتوقف كل الحاجات الموضوعيه ونبتدي ان احنا نحل مشاكل السكالب الاول او مشاكل فروه الراس، وبعدها نبتدي نستخدم الروتين بتاعنا. فلو انت مثلا بتستخدم الفينسترايد او المينوكسيديل وعندك مثلا صدفيه وعندك التهاب جلد دهني وعندك قشره مزمنه مثلا وعندك حكه شديده جدا في فروه الراس، فطبيعي ان في زياده في الشيدنج او زياده في التساقط. ده غير كده فروه راسك مش مستعده ان هي تستجيب للعلاجات، فلازم ان انت تحل مشاكل السكالب بتاعتك لان هي هتساعدك في رحلتك في علاج الصلع الوراثي وهتزود لك فعاليه العلاجات بتاعتك. ثالث حاجه الناس اللي بتستجيب كويس للفينسترايد ما بيكونش عندهم اي مشاكل صحيه مش متشخصه، زي مشاكل مثلا في الغده الدرقيه، مش عنده مثلا انيميا، شخص مثلا عنده مشاكل في المعده، شخص مثلا عنده التهابات مثلا وانا مش عارف، شخص يكون عنده مرض غير الصلع الوراثي. ودي حاجه بقت بتعدي عليا بصوره كبيره جدا. يعني ناس تقول لي يا دكتور انا بدات استخدم الفينسترايد ومش ملاحظ اي نتيجه بقالي سنه سنتين، ومثلا يطلع مثلا ما عندوش صلع وراثي، عنده مثلا سكارنج الوبيشا، عنده مرض تاني غير الصلع الوراثي، عنده ديفيوز الوبيشا ارياتا وهكذا، فهو اساسا ما بيكونش عنده صلع وراثي. فانت قبل ما تبتدي تستخدم الفينسترايد لازم تشوف هل انت عندك مشاكل صحيه تانية وتتاكد فعلا ان انت عندك صلع وراثي مش مشكله الوبيشا تانية، لان الفينسترايد والدوتسترايد ما بينفعوش الا للناس اللي عندهم صلع وراثي اللي بيكون بسبب هرمون الدي اتش تي. انما انت لو عندك سكارنج الوبيشا اساسا فما فيش علاج ليها دوائي، فاهمني؟ لان سكارنج الوبيشا دي معناها ان وصلت الشعر تليفت. خامس حاجه ان انت تحدد موقفك او انت فين في دوره نمو الشعر. يعني مثلا انت لو صحيت فجاه من النوم ولاحظت ان شعرك خف بصوره كبيره جدا ورحت تسرح شعرك بالمشط تلاقي كميه كبيره جدا منه وقعت، فانت خلاص عرفت ان انت عندك صلع وراثي، فقمت رايح جاري وشاري مثلا الفينسترايد او المونوكسيديل وابتديت ان انت تستخدم الادويه دي، فيحصل لك شيدنج تاني، فهتلاقي ان انت شعرك تراجع بصوره كبيره جدا، فتبتدي ان انت تهلع وتبتدي انك تبطل الفينسترايد وتقول لا ده انا هستخدم المونوكسيديل، وتحط المونوكسيديل في دوره نمو الشعر بتاعتك لسه ما تعفتش فتوقف المونوكسيديل وتبتدي الفينسترايد، وهكذا. في دوامه كده بتحصل للناس اللي بتعاني من الصلع الوراثي. لا انت مثلا دلوقتي لاحظت ان في شيدنج او في مثلا تساقط عنيف للشعر، اهدى كده خالص وفاهم وخد نفس عميق كده وابتدي اعرف ان الموضوع ده رحله، فاهمني؟ يعني انت لو دلوقتي بدات ان يحصل لك شيدنج او ان يحصل لك شيدنج فاعرف ان انت كده شعرك دي علامه كويسه ان هو بدا يخش في مرحله الاناجين وابتدى ينمو من جديد، فانت محتاج ان انت تستخدم علاجات وتصبر عليها بحيث ان الشعر الجديد ده يخش في مرحله الاناجين بصوره صحيحه او بصوره سليمه. فما تهلعش ومش كل لما يحصل لك تساقط للشعر تبتدي تجري وتبتدي مثلا تدور في جوجل نسبه التساقط الطبيعيه، طب انا كده التساقط عندي عالي، طب انا كده الادويه بتعمل لي نتيجه عكسيه، لان ادويه الصلع ما بتعملش نتيجه عكسيه. يعني دي حاجه المفروض مفروغ منها. اقل نتيجه ممكن تستجيب ليها ان هي توقف تساقط الشعر او الصلع الوراثي. واخر نصيحه حابب اقولها لك ان انت لو عايز تستخدم الفينسترايد فمن وجهه نظري واللي انا لاحظته ان الفموي او حبوب الفينسترايد احسن من الموضعي، وبالذات الناس اللي بتبتدي ان هي تعمل الخلطه مثلا في البيت وهكذا. انا شايف ان الفموي احسن وخاصه على المدى البعيد، لان فعلا في دراسات اتعملت بينت ان الفينسترايد الفموي والموضعي قريبين من النتيجه، بس دي على المده القصيره. انما على المدى البعيد بنلاحظ ان الفينسترايد الفموي نتيجته بتتفوق على الموضعي، وبرده نتيجه الفموي بتتفوق في معظم اماكن الشعر، يعني مثلا في منطقه التاج وهكذا بيكون الفموي احسن. فلو انت من الاشخاص اللي تقدر تستخدم الفينسترايد الفموي استخدم الفموي احسن من الموضعي، وما تقلقش خالص من الاعراض الجانبيه واحنا كنا اتكلمنا عليها في القناه ازاي تتعامل معاها لو حصلت لك. وما تبتديش تسمع للناس اللي على الانترنت، لان في ناس كتيره بتنشر ميس انفورميشن حتى وهو مش عارف. في ناس خلاص اقتنعت ان الفينسترايد ده وحش من غير حتى ما يجربه او يعرف عنه اي حاجه، هو خلاص مقتنع انه وحش وهيضر بالخصوبه والذكوره فبيبعد عنه. وعلى فكره يا جدعان انا يعني في القناه ديت في ناس تقعد تقول لي انت بتدافع عن الفينسترايد او الدوتسترايد ليه؟ انا بجد والله العظيم من جوايا انا مش مهتم بالفينسترايد او الدوتسترايد. انا الفكره كلها ان انا مهتم بيك انت مثلا شخص بتعاني من الصلع الوراثي، فانا عايز انصحك لله اللي هو انت لو عندك صلع وراثي روح استخدم الحاجات دي، لان مفيش حاجه ثانيه هتديك النتيجه دي. انما دي والله العظيم
على 200 ام الفينسترايد يعني، انت فاهم؟ انا بتسال منه كميه اسئله كل يوم لغايه اما زهقت منه يعني بجد. فانا بدافع عنه لان هو دواء كويس واخد سمعه سيئه على الفاضي، لان 90 او 99% من الناس هتستفيد لو هي سمعت الكلام بتاعي، لو ابتدت ان هي تتشجع وتاخد الفينسترايد، ده هيوفر عليها فلوس ووقت كتير جدا في رحله علاج الصلع الوراثي. انما مش حب ليه ولا باخد منه ادويه، يا ريت والله كان زماني بقيت مليونير. ولا مش عارف شركه ميرك عاملين سبونسر شيب، الدواء اساسا ميت، الدواء معلوش باتنت ولا دواء جديد ولا اي حاجه، ده دواء مليان جينيركس كتيره. انا مش بماركت لكم اقول لكم اشتروا المنتج المعين ده الفينسترايد، لا انا بقول لك هات اي فينسترايد موجود عندك في الصيدليه، فاهمني؟ لو ده مش موجود هات التاني، انا مش فارق معايا، مش باخد ادويه خالص من الشركات دي. انا كل اللي يفرق معايا انت، وان انت تلاقي احسن نتيجه باقل سعر ممكن تدفعه. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.